المرجان شوكولاتة جزائرية من النوع السائل القابل للدهن مثل النوتيلا، يعني ظهرت لأول مرة في الجزائر عام 2021، لاقت رواجا وشهرة كبيرة في أسواقها المحلية، لكن صيتها ظل داخل الجزائر طيلة السنة. هاد الشوكولاتة مرجانة الجزائرية كتنافس نوتيلا الضخمة اللي مسيطرة على العالم كامل. وفي اخر الفيديو غادي نبين لكم بلي هاد الناس هادو كيحاربوا الشركات العربية والافارقة بصفة عامة. كملوا الفيديو حتى الاخر واسمعوا مزيان. السنوات الماضية فهي من إنتاج شركة محلية ذات نمو طبيعي محدود تسمى سيغون. سيغون هذه شركة محلية جزائرية، شوكولاتتها وصلت إلى الأسواق الأوروبية وتحديدا فرنسا، فراجت سريعا، أقبل عليها الفرنسيون، ملأوا التيك توك بفيديوهات لهم يشترونها ويأكلونها. إذا وصل صيت هذه الشوكولاتة الجزائرية إلى الصحافة الفرنسية، فعنونت إذاعة RTL تقول: ما هي شوكولاتة الجزائر؟ ما هي شوكولاتة المرجان الجزائرية التي تثير جنون مواقع التواصل الاجتماعي؟ موقع فرانس لايف الإخباري يقول لك: المرجان ما هو هذا المنتج الجزائري الذي نجح في فرنسا؟ وأيضا صحيفة لافوا دي نور عنونت في تقريرها: شوكولاتة المرجان ضحية نجاحها. فقبل أيام وقعت شحنة من شوكولاتة المرجان من دخول الأسواق الأوروبية بعد حجز حاويات مليئة بها في ميناء مرسيليا الفرنسي. رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي قال إن القرار يستند إلى الفقرة الثالثة من المادة 20 في لائحة الاتحاد الأوروبي، وتنص على منع دخول المنتجات التي تحتوي على الحليب ومشتقاته إلى دول الاتحاد الأوروبي لا يجوز دخولها إلا بعد الاتفاق مع البلد المصنع وإدراجه في القائمة المسموحة. لكن زبدي شكك في قرار الاتحاد الأوروبي واتهمه بالتلاعب. هذا ما قاله لقناة ديزاير توب الجزائرية. نعتقد أن هذا الأمر حدث بعد أن لاقى هذا المنتوج رواجا وصال وجال في السوق الأوروبي وخاصة في السوق الفرنسي، وبطبيعة الحال هم يبحثون عن كل الوسائل لأجل حماية منتوجهم المدلل، واستندوا إلى هذه اللوائح، وقبلها بطبيعة الحال قاموا بتحليل هذا المنتوج حتى يضعوا اللائحة المناسبة عليه. إذاعة أوروبا الأولى قالت إن منع شوكولاتة المرجان الجزائرية ليس فرنسيا بل من الاتحاد الأوروبي بموجب المعايير الصارمة لدخول المنتجات الغذائية إلى دول الاتحاد، والتي تفرض رقابة أوروبية دقيقة على كافة مراحل إنتاج منتجات الألبان لضمان خلوها من الأمراض المعدية التي قد تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان. كما شفتوا هذا هو الغرض ديالهم، ما يبغيوش شركات عربية أو لا إسلامية وخصوصا عربية ما يبغيوهاش تنافس الشركات ديالهم، حيت هما عزيزة عليهم حاجتهم وحنا ما كندافعوش على حاجتنا. كما شفتوا هاد الشوكولاتة ديال الجزائر قالت بوم في العالم كامل في اوروبا، ودابا كيحاربوها على قبل الشركه ديالهم المدلله نوتيلا. خافوا على الشركه ديالهم او لا على الاسم ديالهم، وشافوا باللي هاد الشوكولاته هذه كتحمل اسم عربي وخط عربي وغتقول بوم في العالم كامل، وبداو كيحاربوها. راه هما ما كيحملوناش، وهذوك الشباب اللي كيهاجروا عندهم راه داكشي اللي بغاو. هادشي اللي واقع دابا في المغرب راه عاجبهم، هادشي هذا اللي واقع. هما الغرض ديالهم ان افريقيا تبان صغيره واوروبا هي المستقبل ديال الافارقه او الفقراء. بهذا المصطلح هذا خصنا نديروا العز لروسنا ونخدموا العقل، وإلا بغينا الفلوس نخدموا العقل، ماشي نبقاو نحلموا حنايا. المهم كان هذا هو الفيديو، شكرا لكم والله يعاونكم.